إعادة تمثيل وقائع الجريمة أبانت بالملموس بشاعة ما وقع بعد أن ألقت سرية الدرك الملكي ولاد ميمون القبض على الجاني وفي توقيت قياسي إثر تحرياتها في النازلة، والتي أبانت كرونولوجيا كيف تمت الجريمة وطريقة الاعتداء. طانين وبعد بحث معمق اعترف بالمنسوب إليه كما تم حجز أداة الجريمة والتي كانت بحوزته، وسوف يتم تقديمه أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس فور الانتهاء من الإجراءات القانونية. عائلة الضحية لم تعتقد ولو لوهلة أن الطفلة خديجة صاحبة 13 ربيعا مقتولة من أحد الوافدين على البيت ليصدم الجميع بالنبأ، وتزداد الدهشة أثناء إعادة تمثيل الجريمة. احنا ما جاناش هادشي للظن حتى شدوه دابا وقالوا لنا راه هو اللي قتل بنتكم، وما كناش كنويو حنا في القتل ديالو. والعلاقة اللي كانت بينكم؟ بالعلاقة بيننا بحال ولدنا، كيدخل لدارنا، ديك الطفلة كتسخر عليه ملي كان عندها 3 سنين، وهي كتسخر عليه كيدخل المجتمع بحال ولدنا. خديجة لم تنفعها براءة طفولتها ولم تشفع لها عند قاتلها ومغتصبها لتلفت الانتباه عبر هذه الواقعة إلى تحليل جوانب الاختلال النفسي والاجتماعي التي تطال منظومتنا الاجتماعية إذا أردنا حقا حماية طفولتنا من جبروت الاغتصاب الذي يطالها. إلى سلا حيث انعقدت أشغال